ناس كتيرة بتسألني انت قبلت اعتذار وسام ابو علي ولا لأ؟ خليني الاول قبل ما اجاوب على السؤال اقول لكم حاجة مهمة جدا. اعتذار وسام ابو علي ده بمثابة انتصار لقيم واخلاق النادي الاهلي. واحد يقول لي يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة. ماشي يا حبيبي، انا هفهمك. وسام ابو علي تمرد وامتنع عن التمرينات وبقى يرفص في الارض عشان الاهلي يوافق على العرض الامريكي بالشروط الامريكيه، والكلام ده كله ما جاش مع الاهلي خالص. لو عايز تمشي الباب يفوت جمل، انا مش ماسك فيك، بس هتمشي بشروطي انا. وبالفعل الاهلي عمل اللي هو عايزه، وسام اتنازل شويه والفريق الامريكي رفع العرض شويه لحد ما وصلوا للي الاهلي عايزه بالظبط. ولو هتسالني انت شايف ان وسام ابو علي ندمان على اللي عمله مع النادي الاهلي ولا لا، هقولك النقطه دي مش فارقه معايا كتير. ندمه مش هيهمني في حاجه، كل اللي هيهمني هو اعتذاره. انا دلوقتي معايا ماده في المية بتقول ان وسام ابو علي اعتذر للنادي الاهلي، علشان في يوم من الايام لو حد من الكومبارس طلع واتكلم عن الموضوع احطله الفيديو في عينه. فسواء اللاعب ندمان او مش ندمان مش فارقه معايا كتير. انا اللي فارق معايا ان الاهلي هو اللي مشى كلمته، الاهلي هو اللي تم الاعتذار ليه والجمهور والمجلس ادارته في الاخر. والاهم من ده كله ان ده هيكون عبره لكل اللاعبين في النادي الاهلي، ان اي لاعب هيفكر يعمل نفس التصرف او اي تمرد ايا كان هيفكر 100 مره قبل ما يعمله، لان الكل شاف ايه اللي جرى في وسام من جمهور الاهلي